السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة لو لسه مش مشتركين. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو مختلف. النهارده هنعمل مع بعض اكلة بسيطة وسهلة. هنعمل لحمة ولوبيا رز بشعرية. النهارده هننزل مع بعض كده بالمكونات. طماطم، بصلة، ورق لوري، عود قرفة، قرن شطة. وهننزل عليهم نديلهم تشويحة في الزيت سريعة، وننزل عليهم باللحمة. نقلب اللحمة ونشوحها كويس قوي في النار لغاية اما تاخد صدمة وتدبل معانا كده، يعني تاخد حجمها الطبيعي وتاخد صدمة وكده وما تنزلش حاجة. كنت مولعة الكتل على مية تغلي عشان احطها ازودها على اللحمة لما تتشوح كويس معانا. عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، وحشني التصوير وان اسجل على الفيديو كده. بس اليومين اللي فاتوا انتوا عارفين ان الجو وحش جدا وكل الناس تعبانه. كنت انا وولادي واخدين الدور جامد ومبهدلين بصراحه ومحاليل وكلام من ده. بس الحمد لله الدور عدى على خير. وربنا يشفينا ويشفيكم يا رب العالمين. وحشني التصوير بجد. ما كنتش مصدقه وانا يعني بصور وكده ان انا يعني الحمد لله اخيرا هصور وانزل لكم فيديو كده جديد. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله من كرم ربنا علينا. ان يومنا يعدي بخير وسلام والله. يعني ربنا بيبقى بجد فعلا، يعني الحمد لله اليوم اللي عدى على خير ربنا الواحد بيحمد ربنا عليه. الحمد لله والشكر لله. عايزه اقول لكم بقى ان انا هنا كده خلاص الميه كانت غلت. بتضايق اول لما البوتاجاز يتعك وانا بعمل حاجه. الميه في غلت في الكتل فحطيتها يعني على اللحمه وكده عشان تغلى وتكمل سواها. هستنى لما تغلي غلوه وابتدي اغطي عليها وكده. بس خلاص كده. هبتدي بقى نشوف اللي بعد كده نعمله. هنا بقى بقطع بصلة 4 قطع كده وحطيتها برضو في الشوربة عشان تغلى في بعضها. وغطيت على اللحمه بقى كده ونشوف ايه اللي بعد كده نعمله. بوتاجازي بقى اهم حاجه نضفته ومسحته لان بتضايق قوي برضو زي ما قلت لكم ان في حاجه تقع عليه. جبت هنا معلقه هريسه شطه بتوم هي في بعضها. انا عامله برطمان مخزناه في الفريزر هريسه شطه لوحده، وبرطمان هريسه شطه بتوم، وبرطمان هريسه شطه نصه فلفل احمر ونصه فلفل اخضر. بحب كده قوي يعني ان هم يبقوا موجودين عندي على طول. والحاجات دي يا جماعه موجوده في البيت يعني بتختصر علينا حاجات كتير قوي. ببص على اللحمه بتاعتي بشوفها غلت ولا لأ، لقيتها لسه. هنا بقى ببتدي اشوح معلقه هرسة الشطه بالحبه التوم اللي فيها واديلها تشويحه حلوه كده في الزيت. ريحتها تطلع وفي نفس الوقت إيه يعني التومه كده تصفر سنه. وريحه الحاجه تطلع كده تحسن من الطعم كده والمذاق يبقى احلى. انا كنت نقع اللوبيا بتاعتي، نقعها برضو في ميه من الصبح. لان اللوبيا او البقوليات عموما لما بتنقعوها بتزيد وحجمها بيتضاعف فبتبقى احلى. فانا قعدتها في شويه ميه وقلت عشان ايه يبقى شكلها حلو وحجمها يتضاعف كده تبقى ايه في الطبق كده ما تبقاش زي ما هي يعني. في ناس بتشتغل عليها على طول وفي ناس بتنقعها على حسب يعني. هنا بقى خلاص كنت عصرت الطماطم بتاعتي. وصفيتها وحطيتها فين على الدقه اللي هي هرسة الشطه. وحطيت عليها ذره سكر وذره ملح وشويه بابريكا وقلبتهم كويس فين في الصلصه. هسيبها بقى تتسبك مع بعضها في اللوبيا وكده. هجيب بصلة برضو صغيرة صغيرة قوي، حجم بصلة صغنونة خالص ما بين صوابعنا كده. وابتدي اعملها مرتة وادعكها بملح وفلفل اهي وريتها لكم. ملح وفلفل وكده. وادعكها جامد لغاية ما تنزل العصارة بتاعتها. وبرضو هحطها فيها انا بحب كده. في ناس بتعملها من غير البصلة دي وفي ناس بتعملها بيها على حسب يعني ايه ذوقكم وكده. سيبها بقى تغلي غلوة بسيطة خالص. وانزل عليها باللوبيا اللي انا نقعها زي ما قلت لكم في مية من الصبح. هنا بقى البصلة الاول المرتة حطيتها وهديها برضو تقليبة يا جماعة، دي بتودي اي اكل في حتة تانية. اه والله بجد. بالذات اي يعني قولوا معايا يعني اي خضار بيروح في اي حتة تانية كده تلاقوه بقى في عالم تاني. الريحة والطعم بتبقى مختلفة خالص. هنا بقى اللوبيا اللي انا نقعاها صفيها من المية زي ما قلت لكم كنت بوريها لكم الاول. وخلاص حطيت البصلة بتاعتي وقلبتها تقليبة في الصلصة. هنزل باللوبيا بتاعتي بقى خلاص. شاطفاها وغسلاها ومظبطة الدنيا. هغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها وفي الاخر هضيف لها كرنيبين شوربة عشان ايه الطعم برضو. وغير كده كمان برضو الصوص بتاعها ما يبقاش قليل وكده. ف خلاص يعني هو ده يومنا برضو حبيت اجيبه معاكم كده بكل اللي فيه يعني. إيه الغدا بتاعنا عامل ازاي وبرضو هجيب لكم العشاء بتاعنا. حبيت اجيب لكم اليوم ده كامل بكل تفاصيله. ونزلت السوق جبت برضو شوية فاكهة برضو وصورت لكم.
هنا بقى هنعمل مع بعض ايه رز بشعرية. إيه خلاص بقى خلصنا اللحمة وولعنا عليها وظبطنا امورنا وعملنا برضو الخضار. هننزل بقى بشوية الشعرية في شوية زيت، وهنشوحها لغاية اما ايه لونها يصفر ويبقى دهبي كده جميل. خلاص كده نعمل برضو شوية رز بشعرية جنبيها، والخضار بتاعنا جاهز برضو، وغدانا خلاص كده يبقى كامل يعني. هقلب الشعرية كويس زي ما انتوا شايفين لغاية اما تاخد اللون اللي انا عايزاه. وزي ما انتوا شايفين ورا كده الاكل بتاعي كنت مولعه عليه وخلاص، خلص اللوبيا خلصت واللحمه خلصت وطفيت. ما عادش غير الرز يتطبخ ونغرف الاكل ونتغدى. وربنا يعدي كل ايامنا على خير زي يا رب احنا وانتوا يا رب. هنا بقى اضيف الرز بتاعي، كنت غسلاه برضو سايباه يصفى من الميه بتاعته خالص. بحب اشوحه مع الشعريه تشويحه حلوه كده، واقلبه يعني اخليه يطشطش كده على النار. والكاتل بتاعي كان فيه ميه بقى بغليها للرز بشعريه، وهنا اللحمه كانت بهدلت البوتاجاز، فسامحوني على هذا المنظر الجميل. فخلاص بقى سبتها بقى تستوي وخلاص، كنت خلصت وحمرت اكلي. حمرت اللحمه، ودي اللوبيا والرز بشعريه، ودي الشوربه بتاعتي واللحمه. وكان عندنا بصل اخضر، وعملت لهم شفشق عصير طماطم، حاجه كده جنب الاكل ان نشربها. هنا كنت نزلت السوق زي ما قلت لكم، جبت كيلو بلح وكيلو كاكا، وجبت اللي هو السائل بتاع الناموس ده لان بصراحه كان الناموس حاجه صعبه، وكيلو تفاح، كل حاجه كيلو يعني. والعيال قالت لازم يا ماما نجرب بالقشطه، الفاكهه دي اللي الناس كلها عامله لها ترند على اليوتيوب عمالين يجربوها وكده. فقلت مش مشكله نجيبها ونشوف هي عامله ازاي. انا بصراحه ما عجبتنيش وما حبيتهاش، بس عجبت ابو هاجر والولاد. هنا بقى بالليل جيت اعمل عشاء، كنت جايبه برضو قرنبيطه من ضمن الطلبات اللي انا جبتها من السوق، فقلت اعمل لهم قرنبيط وكده. حطيت هنا بيضه، بيضتين قصدي، وعليهم معلقه دقيق ومعلقه نشا وشويه ميه صغيرين عشان تبقى ايه ما تبقاش متماسكه يعني، تبقى عجينه سايله كده. فهقلبها كويس قوي 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 في الدقيق، وبعدين انزل عليهم بشويه خضره غسلهم في المصفى وسايباهم على جنب. اقلبهم فيها برضو اللي هو شبت وكزبره يعني، واقلبها فيها كويس قوي. ونبتدي بقى نحط القرنبيط، كنت انا سلقته كده وجهزته بنقطه ملح في ميه مغليه. وابتدي بقى ايه اجيب القرنبيط واحطه فيها واقليه. ف وهنعمل بقى اي حاجه من البيت بقى ونقضي اليوم وكده، وعشا خفيف وبسيط يعني، وتغيير يعني. انا خلاص بقى جهزت الخلطه بتاعه القرنبيط، واحط شويه كركم لان ما بحبش لونها باهت، فحبيت ان انا احط شويه كركم يديها لون مميز كده وحلو. هحط الكركم وهقلبه. اللون البيض لسه برضو مش عاجبني، فهزود كمان شويه كركم لان انا بحب لونها اصفر حلو كده، احس ان فيه لون مميز كده. لان العين برضو يا جماعه بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا او قبل. فلازم الحاجه تكون كده عاملينها شكل وطعم وكل حاجه تبقى حاجه متكامله مع بعضها. بصراحه الطريقه بتاعه القرنبيط دي لو عملتوها بطريقتي هتعجبكم قوي. طعمها كان مميز، وحطيت لها برضو بهارات ملح وفلفل وشويه كمون، وبرضو حبه كزبره. اي حاجه فيها بيض بحب فيها طعم الكزبره قوي. اقلبها برضو كويس قوي. انا يعني جايبه لكم الحته دي يعني على البطيء بصراحه، ما رضيتش ان انا اسرع الفيديو فيها وكده. هنا حطيت بقى القرنبيط. الزيت هنا يا جماعه لونه غامق، تحسوا ان هو لونه غامق لان الحله سودا وكده، فلون الزيت مش ظاهر وكده. اول ما نزلت بالقرنبيط في الزيت يعني، فحسيت ان الزيت شكله وحش قوي في الفيديو والتصوير، مع انه هو زيت لسه حطاه كده، بس عشان الحله لونها اسود فانا بقلي في الحله وكده، عشان بحب اقليه في زيت غزير شويه. فنزلت كده بالقرنبيط بتاعي. هبتدي بقى ايه ان انا احمره وخلاص، ايه نجهز العشاء بتاعنا زي ما قلت لكم. بس كده هنحط بقى الطاسه بتاعتنا وخلاص طلعت العشاء. إيه شويه بلح برضو ده حلو قوي بحبه. عليهم قرنبيط بقى، حته حلاوه، بتنجان وفلفل مقلي، مش سلطه طماطم بالجبنه، شويه بيبسي كده يعني، عشاء سريع ومختلف كده. ويا رب يكون الفيديو بتاعي ده عجبكم النهارده، وما تنسونيش في اللايك والشير، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل فيديوهاتي اللي هتنزل لكم ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش في لايك بقى يعني، فجروا الدنيا لايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبيبي.